جميلة، خامة صوتية رائعة وألوان غنائية منوعة جدا. أهلا وسهلا بفناننا وبجاليتنا الفلسطينية والأردنية والعربية بكندا. تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا فيك. هلا الله يخليك، شكرا على الاستضافة الحلوة. والله حتى صوتك صوت إذاعي على فكرة. صوتك صوت بيحكوا مذيع. لي هيك دائما. ما شاء الله. حضرتك شو مجال عملك قبل ما نتكلم عن الغنى والفن؟ كثير. أنا مم. بيحكوا له بالإنجليزي انتربرونور يعني أغتنم أي فرصة فيها مجال للعمل، بس العمل الرئيسي هو مهنة الوالد حدادي يعني. ما شاء الله عنك، ما شاء الله. الله يسعدك. طبعا دار حداد عيلة مغرقة في العراقة في الأردن. وعندنا نعم، هي كمان دار حداد وأصلهم هون كمان من الأردن. هو عائلة حداد كبير يعني، موجودين في كل مكان ما شاء الله علينا نحن. ما شاء الله عنكم. أنت في مونريال، مونتريال ولا في غير مدينة؟ أنا قريب على تورونتو. قريب على تورونتو. أنا زرت مونريال في آخر الثمانينات في الانتفاضة الأولى. عالجوني هناك ولهم جميل علي الجالية الفلسطينية هناك. معالجتي بالرصاصة واستضافتني أسر فلسطينية كثيرة واستقبلوني في المطار استقبال الأبطال. كندا طيب. لها علينا جميل. كندا دايما بتستقبلنا بطريقة حلوة. والجالية الفلسطينية هناك هيك حميمية. عندهم هيك والجالية العربية طبعا ما فيها الأردنية. عندهم نعم. حميمية ولا لا؟ ولا أنا غلطان؟ يعني طب بتروح على دولة تانية ما بتلاقي هالحميمية وهالاجتماعات وحب الأصل. شوفي، هو الشعب الفلسطيني وين ما راح بتحسي انه القضية والشعب الفلسطيني زي متمسك وين ما يروح، فالهدف بالضبط. الأساسي هو فلسطين يعني. صحيح. نشاطاتهم كثير قوية، والبيت الفلسطيني كمان. لا ما شاء الله عليهم يعني. الله يسعدك فنان طارق حداد. وانت بلشت تكتشف صوتك يعني هلا وانت حتى بتصبح عرفت انه صوتك جميل جدا، فليش تأخرت لغنيت؟ ومين اللي اكتشفك في البداية؟ انت وانت بتغني ولا عيلتك ولا ناس من اللي حواليك؟ وشو هي الاغاني اللي في رصيدك؟ اهلا وسهلا فيك فنان الجميل، تفضل. الله يسعدك، الله يخليك يا ميسون. هو من وأنا صغير يعني إحنا من عائلة فنية. امم. واللي صار إنه بتعرفي هالحياة بتأخذ الإنسان بالجامعة بالشغل وهيك. صحيح. بس هي موهبة قديمة من عائلة فنية وإجت الكورونا وقررت إني أرجع للحلم الأساسي يعني، اللي امم. هو الغنى. لكن واضح انها هواية وليس حرفة. يعني انت ما بدك تحترف الفن، واضح. لانك تأخرت ولما جت الكورونا شفت حالك شوي فاضي وتخليني يعني الشغل اخذك والعيلة، ولا لا؟ المستقبل. نعم. نعم. صحيحني اذا غلطت. يعني هل ناوي انه مثلا كل سنة تطلع اغنية او ناوي تركز على مسيرتك المهنية ولا الغنائية؟ هلا اللي صار إنه أنا على المسرح خلينا نقول من التسعينات. امم. ولكن إجا الوقت إني أعمل أنا الفن زي ما أنا شايفه. يعني إجا الوقت إني أعمل أغنية. أنا مش عارف إذا أنت عارفة، بس أنا من الكورونا اه لحد شفت الآن يعني بتجنن خلينا نحكي اغانيك. من سنة ونص تقريبا. امم. أنا عملت تقريبا 15 عمل، اه 11 منهم والله. خاصين. ما شاء الله. في لك أغنية المارد والفانوس سوت كتير تغذية راجع حلوة، وأغنية احلف، وأغنية مساكين أهل الهوى، أغنية الغربة، أغنية حنة. مع مين تعاملت فيهم كتاب ملحنين؟ وكيف صورتهم؟ يعني بتعرف التصوير في بلاد الأجانب بيختلف عن تصوير في بلادنا العربية هيك. طبعا عشان هيك هو المارد والفانوس من كلمات حسام سعيد وألحان شريف إسماعيل. مم. توزيع فراس عودة. مخرج كسينمائي اللي هو سيف الساحر، من وجه له تحية. اللي صار إنه أنا هلا رجعت من مصر، كنت بصور أغنية المارد والفانوس. فالأغنية المارد والفانوس هي أغنية شعبية وتحاكي الشارع المصري، فكان لازم أنزل على مصر وأصورها يعني. اه نزلت على مصر. نزلت على اتعملت. مصر اه. صورت بمصر أغنيتين اه تصوير فيديو كليب. اه. وبالأردن كمان أغنيتين فيديو كليب، وسجلت شو أغنية في أوديو يعني. الأردن؟ خبرني. ها. شو عملت بالأردن بالأردن؟ سجلت. بالأردن تروح هي من كلمات وألحان فاطمة دراوشة من عندكم من فلسطين. وتوزيع برضه فراس عودة. ميكس وماستر هون في كندا مع الأستاذ المهندس الصوت علي رمضان. أغنية على ستايل الحفلة، على ستايل الأغاني الزمن الجميل يعني. حلو.
مفكر تعمل ديو مع حدا؟ ديك الأسبوع كانت معنا كمان غادة درباس من كندا، أكيد بتشوفوا بعض أنتوا الفنانين غاد، بتفكروا مثلا تعملوا ديو؟ طبعا طبعا طبعا، غادة فنانة قديمة وصديقة قديمة جدا، وإذا صار نصيب ليش لا. مم. شو بدنا نسمع هلأ منك قبل ما نعرف شو مشاريعك الجاية؟ يلا سمعنا إشي حلو. بقى بدي أنا جاي على بالي بدي المارد والفانوس، يعني هاي قصص من وإحنا صغار نسمعها وحلو تتحول أغنية. يي ما أحلاه كمان تعزف عود. طب قول لي من الصبح كان ما حكيتش ولا كلمة، اه خليت الهوا مع العود. تفضل، أهلا وسهلا فيك. اه، ما هو شوف، انا يعني نورتني. عازف عود وعازف اورج وعازف طبلة ما شاء ومغني يعني الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يحميك. راح اغني لكم اغنيه من اللي ان شاء الله راح تنزل جديد، راح ننزل كمان نصورها بالاردن. هي اغنيه بتحاكي الشارع، فخلينا نقول: مليت انا مليت عذبني حالي، لا وظيفة لا بيت صابر للتالي، هالجيزة بدها فلوس وانا ما عندي، لا عمي قال لي تم ولا يفزع خالي، الله. الراتب شي خطير وما أطول ريشه، من عندي بسرعة يطير يلعن حريشه، بطير. مكسورة جار البيت وجتنا الكورونا، اي والله. صبر الله يا شباب بالحسرة عيشوا، مليت أنا مليت عذبني حالي، لا وظيفة لا بيت صابر للتالي، هالجيزة بدها قروش وانا ما عندي، لا عمي قال لي تم ولا يفزع خالي. يعني هاي مليت. بتجنن. والله لا عم ولا خال في الكورونا، صوت حلو، اه كلمات شفت. واقعية، عم بتحكي واقع اه الشباب في كل الدول العربية وحتى في الغربة، لأن كورونا ما اه والله. خلت. والله وكيلك ما اه لحقنا والله. نودعها شوي لكورونا، اجتنا الحرب يعني. الحمد لله احنا على على كل شيء. موعد، دايما احنا على موعد. طيب الأغنية هاي مليت، أكيد يعني بتعرف تصير عندكم حفلات بكندا جميلة، أكيد الناس حبتها، دايما تطلبها منك لأنها هاي بتحاكي. الأغنية، امم. هاي الأغنية بعدنا ما خلصناها، يعني بعدنا ما صورناها وهيك. بس يعني انتوا أعطيتني يعني إشي من أول اكسكلوسيف. الناس اللي بيسمعوها على راديو أجيال إن شاء الله. يخليك يا ربي يخليك. في مشاريع جديدة قبل ما نسمع كمان أغنية؟ مشاريع كثير. احكي لي. انا شخص بشكل عام بحياتي بحب الجديه وبحب العمل، فانا واضح. مجتهد جدا، عندي هدف ان شاء الله، ومساعده جميع الناس والمشاهدين، يعني ان شاء الله المشاهدين يحبوا الاعمال، و... وان شاء الله الى هدف سامي جدا ان شاء الله انه نوصل له، بس العمل مستمر دائما ان شاء الله. آخر حفلة وين تعملتها، بكندا أو هون بالدول العربية؟ بكندا. طب احنا كمان ان عليك حق بدك تيجي عنا على فلسطين الصيف جاي، واحنا كتير بنعمل مهرجانات، والمهرجان المشهود لوين على رام الله دايما عنا هون بيكون نستضيف فيه والله فنانين من الأردن ومن الوطن العربي ومن فلسطين، لازم تيجي. والله بيحصل لي الشرف، بيحصل لي عن الشرف. جد. هلا شو بدنا نسمع؟ فنانة طارق حداد برافقنا من كندا، بدنا نسمع منه كمان أغنية. مستمعينا ومشاهدينا، ملايين المستمعين المشاهدين معنا عم بسمعوا هلا فناننا المميز الجميل من جوا ومن الله برا، يسعدك فيك. طارق حداد. تفضل. حتى الأحلام في إلها ثمن، بعد وآلام وفراقك يا وطن، عيوني ما تنام ذبلها السهر، الله. نقضي الأيام نحفر بالحجر، وأنا قلبي ده من العذاب قالوا عايش في الهنا، أنا ما جبرني على هالمر، ما غير اللي أمر منا، في الغربة هالعمر يمر وأنا بستنى. ما شاء الله. يعني إحنا بالغربة هون
حتى الأحلام في لها ثمن. هاي أغنية الغربة. بس كتير حلوة، الصراحة كتير حلوة آه، كتير. كلنا بنطلع من بلادنا على أساس بقول لك نرجع. ما جبرك على المر غير اللي أمر منه. هي صحيح. من كلمات فهد رمضان ومن ألحاني. امم. أغنية تعبر عن واقع الغربة لكل مغترب، امم. إنه حتى الأحلام اللي إحنا جينا عشانها في إلها ثمن، بعد وآلام وفراقك يا وطن. أحلام. يعني الموضوع مش سهل. هاي الأغنية لاقت رواج كثير هون في الجاليات العربية، لأنه كل شخص بيسمعها بيقول لي أنا ما بقدر أكمل هاي الأغنية لأنه بتذكرني بالحنين بتبكي. بالوطن لا بالأهل. بتبكي، يعني أنا في وطني قاعدة ونزلوا دموعي، فما بالك للناس اللي في الغربة. وفعلا احنا ما في بيت فلسطيني الا في له عم او خال او اب في الغربه، وقال له انا بس سنه وجاي، 5 وجاي، 10 وجاي، وبيروح العمر وهم مش راجعين. بس شوية مخرجنا. على فكرة بدي أقول لك فنانة طارق حداد، أنت حضرتك بتنتمي للمدرسة الجميلة في الموسيقى. أنت ملاحظ حضرتك هلأ الموسيقى المسيطرة موسيقى المهرجانات والموسيقى السريعة وموسيقى الراب، فتخيل من كندا عم بيجينا صوت أصيل معود، وهي مفارقة ولا لا؟ يعني هي في حد ذاتها مفارقة. هو بتعرفي إحنا على موضوع الغربة الناس بتطلع يعني على الغربة، بتحسي إنه لما بيرجع على البلاد بتحسي إنه نفس ما طلع، زي نفس الكلام نفس الحكي، اه. ما تغيروش. اه. فإحنا اه. طلعنا بالخير تبعنا وبالأصالة تبعنا وضلينا هون هيك يعني. مم. حتى لما بنسافر بنشوف ناس إلها 30 و40 سنة بيستغربوا، انتوا عندكم لبس زي هيك، انتوا عندكم أكل زي هيك، لأنه هو مسافر وعنده نفس الصورة اللي كانت قبل 30 سنة. أنا بدي نعم. أحييك وبدي أتمنى لك بكل أخوية، يعني طلتك حلوة، صوتك الله بجنن، عندك يخليك. كاريزما عالية، عندك كل مواصفات الفنان أستاذ طارق. الله يخليكي، إن شاء يعني الله أنت إنه مشروع أكون عند حسن. نجم، فبتمنى الله يخليك. يقدروك اللي حواليك. بتمنى يعني حدا يتبنى هالصوت كمان بعيدا عن الشلالية، لأنه بتشوف فنانين أحيانا صوتهم ما بسوى بس حواليهم شلة ومعلياهم. أنا بآمن خلصنا. بالعمل الجاد، وبالنهاية أنا شكرا. بعمل اللي علي والباقي على ربنا يعني. يلا يسعدك. فنانة طارق حداد رافقنا من كندا، حيوه معي مستمعينا. فوتوا على الانترنت وشوفوا أغانيه. يعني أنا قبل ما أجي على البرنامج سمعت أغاني بتجنن، يعني لسه هلا هو لايف وانظلم انه من اخر الدنيا، وبرضه صوته طلع بجنن، فما بالكم بالتسجيل. شكرا شكرا فناننا طارق، وان شاء الله يا